رأيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. أما إذا أسخطت الله برضا سخط عنك الناس من باب التأديب. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فالله واحد ورسوله واحد وكتابه واحد ومنهجه واحد والطريق إليه واحد. يعني يتميز المسلمون بأن التوحيد محور حياتهم. الآن بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد. ارسم نقطتين وأتي بمسطرة وخط بينهما خطاً. حاول أن تخط خطاً آخر بين النقطتين يأتي فوق الأول والثالث والرابع. الحق لا يتعدد والباطل يعني بمر بين النقطتين مليون خط منكسر ومليون خط منحني. الباطل يتعدد والحق واحد. لذلك قالوا: الحرب بين حقين لا تكون. مستحيل، الحق لا يتعدد. وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق. وبين باطلين لا تنتهي. الحرب بين حقين لا تكون وبين حق وباطل لا تطول وبين باطلين لا تنتهي. الآن الملمح الدقيق بالآية: وأن هذا صراطي مستقيما مفرد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع فتفرق بكم عن سبيله. جاء الباطل جمعاً وجاء الحق مفرداً. معنى آخر: يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما قال يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، وما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور. يستنبط من ذلك أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تستوعب الباطل. الباطل متعدد، لأنه يعني مثلاً من أجل أن تستوعب فرقة ضالة متى نشأت وكيف نشأت ومن روج هذه الأفكار ومن أيد هذه الأفكار قد تحتاج إلى 20 سنة لاستيعاب فرقة ضالة واحدة. قالوا ما يطبع في اليوم الواحد، القصة يمكن من 20 سنة قرية، ما يطبع في اليوم الواحد باللغة الإنجليزية لا يستطيع المرء أن يقرأ هذه المطبوعات في 200 عام. فاستيعاب الباطل مستحيل لأنه متعدد، مليون باطل فيه، لكن الحق واحد. إذن يمكن أن تستوعب الحق. فالبطولة أن تستوعب الحق ويكون هذا الحق مقياساً لك. تستطيع بعمر متوسط أن تستوعب الحق، فإذا استوعبته كان الحق هو المقياس. أيها الإخوة، الله واحد، واحد لا شريك له وأحد لا مثيل له، ومنهجه واحد ونبيه واحد وكتابه واحد والطريق إليه واحد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد هو الدين، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. يعني أكمل علم أن تكون موحداً، وأكمل حركة وسلوك أن تكون متقياً. وفحوى دعوة الأنبياء جميعاً التوحيد والعبادة،
وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا والحمد لله رب العالمين. جل شأن الله أن علت أسماء فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله المبدئ المعيد المتكبر الجليل الباقي الحسيب العدل الوكيل المحصي اللطيف المغني الرؤوف الخافض الوالي الهادي الودود الحكم الغفور المانع المقيت الحافظ العليم البر المبين. جل شأن الله